الشابين دول الأسمراني ده اسمه جاد والأبيضاني ده اسمه كايل، واقفين مستنيين حبيبة جاد اللي اسمها إيفا. وإيفا هي بنت الحاكم بتاع المدينة اللي هما فيها، وطبعا مش هتمشي من غير بادي جارد بتاعها اسمه براندن، وهو راجل خبير جدا في الحراسة الخاصة ودايما ما بيسيبهاش تروح في أي حتة، وده طبعا بأوامر من باباها. وهما المفروض إنهم في المطار ورايحين يسافروا لمدينة تانية علشان يستمتعوا بالأجازة بتاعتهم. وجيد بيتضايق إنه باباها بيطمن عليها بالتليفون وهي مش بترد عليه عشان تراضي جيد، لكن باباها بيوصل لها من خلال التليفون بتاع براندن علشان يطمن عليها وهي في المطار، وهي بتطمنه وتقول له كل حاجة تمام. بننقل على مشهد تاني وبنشوف الجد والجدة دول ومعاهم الحفيدة اللي اسمها روزا، والبنت بيكون معاها دبدوب صغير هي محتفظة بيه وبتحب تروح بيه كل مكان، لكن الدبدوب بيقع من شنطتها. وجيد وإيفا وكايل وهما رايحين ليركبوا للطيارة بيسألها هي ناوية تقدم على ايه شغل، فهي بتقول له هتروح تشتغل في شركه للحواسيب. فهو بيقول لها بس ده مش حلمك ولا طموحك، انت هتمشي ورا كلام باباكي يتحكم فيكي وخلاص. وبتكون شافت الدبدوب اللعبه واقع على الارض لكن ما عطتهوش اهتمام، فهي بتقول له بقول لك ايه، هو احنا المفروض طالعين رحله ولا طالعين تحقيقات؟ وبتسيبهم وتمشي قدامهم. وفي نفس الوقت روزا بتكون اخدت بالها ان الدبدوب اللي كان في شنطتها وقع، وبترجع علشان تدور عليه وهي بتجري بسرعه بتكب القهوة على الملابس بتاعة إيفا وبتعتذر لها وبتقول لها أصل كنت بدور على الدبدوب بتاعي، وبتكون بتعيط عليه. فبتصعب على إيفا والبنت بترجع وتحضن جدها، وإيفا بترجع علشان تجيب الدبدوب للبنت بتروح تقدمه لها. فالبنت بتشكرها جدا إن هي رجعت لها الدبدوب اللي هي بتحبه. ولما الركاب بيركبوا للطيارة بيكون واقف شاب اسمه دانيلو اللي هو المضيف بتاع الطيارة، وبيستقبل الناس وبيرحب بيهم وبيكون أسلوبه كويس مع الكل. ودانيلو بيقف يقول لهم الإرشادات بتاعت ركوب الطيارة لو حصل أي حاجة ليها، لكن كايل بيبدأ يستظرف ويستخف دمه ويتنمر عليه. وبعدها جيد بيعتذر لإيفا علشان الطريقة اللي هو كلمها بيها وإنه ضايقها تحت وهما في المطار، وبيقول لها إن هو واثق في أي اختيار هي تختاره وعارف إنها شخصية قوية وقد الثقة دي. وبعد شوية في طيور بتخبط في المحرك بتاع الطيارة فبتعمل صوت قوي وحركة قوية في الطيارة، فبيجي دانيلو والطيار يقولوا انه ما تقلقوش مفيش اي حاجه، ده مجرد طيور هم خبطوها بالغلط. لكن بعد شويه روزا بتبدا تشوف ان المحرك بتاع الطياره اللي هي قريبه منه بيبدا يشتعل، بتوريه لجدها وجدتها فهم بيخافوا عليها جدا وبيبداوا يربطوا احزمه الامان، وبتبدا الطياره تنهار جزء في جزء وتبدا تتفتح كمان من الجوانب، وفي الناس بتبدا تقع منها ويطيروا لبره لان الضغط بتاع الطياره من جوه بيبوظ. وايفا بتبص لبراندون وهو كمان بيكون بيبص عليها علشان يطمن عليها، لكن في جزء معدني بيتكسر ويجي في صدره فبيصيبه اصابه جامده جدا، ومفيش ثواني والطياره خلاص بتقع في المحيط وتبدا تغوص وتنزل لحد اعماق كبيره جدا. لكن الغريب انه بيكون الكرسي اللي ورا اللي فيه ايفا وجاد وكايل بيكونوا مستنيين ان الجزء ده كمان يوصل له ميه، لكن الحجره اللي هما فيها بتكون حجره ضغط فمش بيدخل فيها كميه ميه كبيره، وبتثبت الميه في الجزء الامامي من الطياره. وبنلاقي ان دانيلو ما حصلوش حاجه برضو مع 3 شباب دول، وبراندن بيجي يخرج البنت روزا وينقذ كمان جدتها، ودانيلو بيعمل لها انعاش قلبي وهي بتفوق فعلا، واول ما بتقوم بتسال عن زوجها لكنه بيقول لها ان زوجها مات، فهي طبعا بتتصدم هي وحفيدتها، وجيد بيكون منهار ومتوتر جدا. فبراندن بيزعق له ويقول له يا ريت تسكت لان انت كده بتخوف البنت الصغيره، وبيقول له ان عموما الغرفه اللي احنا موجودين فيها دي غرفه ضغط فالميه مش هتدخل فيها كلها بسرعه، هتاخد وقت علشان تدخل. وبراندن بيحاول يطمن البنت روزا ويحاول يطمنهم كلهم، فبيبداوا يسالوا براندن ان كان ممكن هم يعوموا ويحاولوا يخرجوا بره الطياره، فهو بيقول لهم لا، الامان اكتر اننا نفضل جوه الطياره لحد ما تيجي فرقه انقاذ وتطلعنا، لانه كده كده اكيد هيعرفوا مكاننا. ودانيلو بيقول لهم انه اكيد الطيار قبل ما يقع بالطياره بعت انذار، واكيد الحكومه هتعرف مكانهم فين بالظبط وهتيجي بسرعه تبعت حد يخرجهم. وبراندن بيقول لهم خلاص احنا مش قدامنا حاجه غير اننا نستنى، وبيسال دانيلو على انابيب الاكسجين الاحتياطيه اللي موجوده في الطياره، ولما بيعرف انهم فاضيين الجده بتقوله انه كان في راكب قاعد قصادها كان معاه انبوبه اكسجين طبيه لانه كان بيتنفس بيها، فبراندن بيقول لهم انه هيروح يجيبها ولما يرجع هيعالج دراع كايل لانه اتكسر ومجروح فيه جامد. فالجده بتقول له طب ممكن لو سمحت لو لقيت الكاب بتاع جوزي تجيبهولي وانت راجع، فهو بيقول لها انت بتفكري ازاي يعني، فهي بتتحرج وبتسكت. وفعلا لما بيروح علشان يجيب الانبوب بتاع الاكسجين ده بيلاقي الكاب في حضن زوجها، فبياخده وبيجيب الاكسجين، وهو راجع بيقابله قرش وبيبدا يهاجمه بيعوره وبيجرحه جرح جامد جدا في صدره. ولما بيرجع بيدي الكاب للجده وهي بتشكره وبيديهم كمان انبوبه الاكسجين، بيقول لايفا ان هو كده خلاص مش هيقدر يكمل معاهم، فهي بتقول له انا مش هقدر اعمل حاجه من غيرك، فهو بيقول لها معلش انت مضطره ان انت تبقي مع نفسك وتعملي كل حاجه من غيري. ومفيش ثواني وبيجي سمكه القرش تهاجمه مره تانية وبتخلص عليه خالص، وطبعا كلهم بيتصدموا
ويحزنوا جدا عليه، وكانوا شايفين ان هو الوحيد الخبير في كل اللي بيحصل لهم ده، وخلاص موضوع انتهى. وبيبداوا هما يتصرفوا وبيدخلوا الجزء الخلفي للطياره علشان خاطر يحموا نفسهم من هجمات القروش. وبتقرر الجده لانها كانت ممرضه في الجيش الامريكي، وبتقول له ان هي هتضمد الجرح بتاعه، وبتطلب منهم ان هم يجيبوا اي حاجه صلبه علشان خاطر تثبت بيها دراعه. وبتمسك مجلتين كده كانوا موجودين في الطياره، ايفا بتجيبهم لها وبتضغط عليه جامد فبتألمه جدا، بس علشان خاطر تثبت الدراع بتاعه وبتربطه له. وفي الوقت ده بيكون الحكومه عرفت باختفاء الطياره دي، وفي الوقت ده كمان كانت الطياره بتتملي اكتر واكتر بالميه، لكنهم كانوا ثابتين على قرارهم انهم هيفضلوا مستنيين جوه الطياره زي ما براندن قال. وطبعا الجده كانت حزينه على وفاه زوجها، وإيفا كانت حزينة على وفاة براندن. كان الوضع صعب جدا نفسيا وجسديا وكل حاجة. وزاد الرعب لما بدأت أسماك القرش تخبط الطيارة الجسم بتاعها من بره، ومع حركة القروش بره جسم الطيارة بدأت الطيارة الجسم بتاعها يتحرك وينزل في أعماق أبعد من الأول. وبقى هم مرعوبين أكتر وأكتر، وخايفين إن جسم الطيارة ما يقدرش يتحمل الضغط ده كله. وبدأت المية تزيد جوه الطيارة، فبدأوا يفكروا انهم يحاولوا يخرجوا من الطيارة ديت، لكن هيكونوا محتاجين للأكسجين. فروزا قالت لهم انها درست في حصة من الحصص ان السمكة بتاعت القرش بتخاف من الفقاقيع. فكايل طبعا ما عجبهوش الكلام وقال لهم احنا هنسمع كلام عيلة عندها 8 سنين؟ فقاقيع ايه اللي هنطلع بيها من سمك القرش؟ فدانيلو قال له بقول لك ايه، احنا بنحاول نخرج من هنا. وفي الوقت ده الطيارة اللي بتدور عليهم لقت ان في حطام كتير على سطح المية، وبدأوا يعرفوا ان الطيارة وقعت في المكان ده. وبعتوا لهم 2 غواصين بدأوا يغطسوا علشان يحاولوا يوصلوا لحطام الطائرة ويشوفوا لو فيها أي ناجين تحت. وفعلا وصلوا للجزء اللي موجود فيه الناس اللي هم لسه عايشين من الطيارة، وهم فرحوا بيهم جدا إن هم قدروا يوصلوا لهم. وأول ما شافوهم جايين عليهم حسوا إن هم كده خلاص هيعيشوا، لكن واحد من الغواصين دول قرب من الشباك بتاع الطيارة، والناجين بدأوا يشاوروا له إنه يبص وراه لأن كان فيه سمكة قرش وراه. وعلى ما هو وصل وبدأ يبص وراه ما لقاش حاجة، وسمكة القرش اختفت وبدأت تهاجمه من تحت وخلصت عليه وقتلته. والغواص التاني اللي حاول يدخل من ناحية الفتحة برضه نفس الحكاية، لقوه اختفى وفهموا ان هو كمان غالبا مات. وبكده فقدوا الامل في ان اي حد تاني يلاقيهم. فايفا قالت احنا ممكن ندور على الجثة بتاعة الغواص اللي كان من ناحية الجنب بتاع الطيارة، وبكده ممكن نلاقي معاه انبوبة الاكسجين وناخدها ونحاول نستخدمها علشان نخرج من هنا. وبدأت هي وجيد يدوروا، وهي تغطس جوه المية علشان تشوف لو في اي حاجة او تشوف الجثه دي موجوده فين. وجيد كان بيساعدها بانه يقف على الكراسي علشان يبص معاها. وايفا وهي بتبص لقت فعلا ان الجثه موجوده والانبوبه بتاعه الاكسجين قريبه منهم. وجيد وهو واقف اتزحلق ووقع جوه الميه، لكن بسرعه جه هاجمه قرش وللاسف اكل رجله، وهم حاولوا ينقذوه منه بالعافيه وخرجوه بسرعه من الميه. وطبعا هو كان مصدوم، خسر رجله وقال انه كده مش هيقدر يطلع بره خالص، لكن الجده قالت له انه يقدر يحاول. وافتكروا حاجه مهمه، ان كان في لبس الغوص كان موجود جوه المخزن بتاع الطياره، لان كان في ناس غواصين ركبوا معاهم في الطياره وكانوا شايلين الحاجات دي في شنطه لونها اخضر، والشنطه ديت موجوده جوه المخزن بتاع الطياره اللي غالبا اتملى ميه دلوقتي. فايفا اقترحت انها هتروح جوه المخزن وتعدي وتروح تجيب الحاجات ديت من المخزن. وفعلا نزلت وفضلت تعوم لحد ما وصلت جوه ولقت الشنطه دي فعلا، لكنها في النهايه قدرت تجيب الشنطه ديت وتطلع. ولقوا ان فيها 4 بدل غطس، يعني 4 منهم بس اللي هيقدروا يلبسوا ويخرجوا. وكانت حاله جيد بتسوء خالص، وايفا كانت بتحاول تواسيه وتواسي نفسها، لكن في النهايه جيد مات. فطبعا ايفا اتصدمت جدا، وانه كمان علشان كان بيساعدها مات عشانها. وهي حزينه وبتعيط عليه. الطياره بدات تنحدر اكتر والجزء الامامي بتاعها بدا يتكسر، وبدات ايفا تاخد بالها ان الميه بتزيد جوه الطياره وانهم المفروض يحاولوا يطلعوا باسرع وقت ممكن. فايفا وصفت لهم ان الخطه بتاعتهم ان هم هيستخدموا اطواق النجاه ديت كحاجه هيضخوا بيها فقاعات ناحيه اي سمكه قرش تقرب منهم، لكن كايل قال لهم ان هو مش هيقدر يطلع وانه خايف لا يبقى اكل لسمك القرش. والجده قالت ان هي مش هتحتاج ولا لبس ولا اكسجين لانها تقدر تكتم نفسها لحد ما تطلع لفوق. وايفا فضلت تقنع في كايل ان هو ما يخافش وانه هيقدر يحبس نفسه مجرد دقيقتين بس ويقدروا يوصلوا للسطح. وفعلا بداوا يلبسوا البدل بتاعه الغطس، روزا ودانيلو وايفا وكايل. وبدات الطياره تنحدر اكتر واكتر وتتملي بميه، فكان خلاص ما فيش قدامهم حل غير انهم يهربوا بسرعه ويطلعوا منها بدل ما ينزلوا معاها الاعماق اكتر من كده. وجات الجده طلبت من ايفا انها تخلي بالها من روزا وانها توصلها لاهلها بسلام، وقالت لهم هم يطلعوا قدامها الاول وهي هتستنى في الاخر. وقالت لروزا انها هتكون وراها علشان تحميها وان جدها هيكون قدامها بروحه. وفعلا بداوا ينفذوا خطتهم، وخرجت ايفا ومعاها روزا واخدوا انبوبه الاكسجين اللي قابلتهم وبداوا يتنفسوا منها هما الاثنين. وبدا يطلع وراهم كايل ودانيلو، والجده استنت للاخر لكنها خافت وحبت تحصل زوجها. وفعلا الطياره بدات تتملي ميه، وهي طبعا ما كانش معاها اكسجين فماتت جوه الطياره.
وكايل بعد ما كان نزل هو ودانيلو تحت المية وخلاص رايح ناحية المخرج بتاع الطيارة، خاف ورجع تاني لفوق وقال إنه مش هيقدر يطلع كده، وللأسف جت سمكة قرش وهجمته وقتلته. فدانيلو خاف وراح جري بسرعة يعوم ناحية إيفا وروزا. إيفا وروزا كانوا ساعتها قدروا يتخلصوا من القرش باستخدام الفقاقيع زي ما روزا قالت، ولقوا في الوقت ده أنبوبة الأكسجين وبدأوا يتنفسوا منها هما التلاتة. وإيفا شاورت له فين الجدة وكايل، فهو قال لها إن هما ما طلعوش معاه، ما نجحوش في إنهم يوصلوا للمكان ده. وبعد ما اتنفسوا خدوا كمية أكسجين كويسة للرئتين بتاعتهم، دانيلو أخد روزا وبدأوا يطلعوا للسطح باستخدام كمان طوق النجاة اللي حوالين رقبتهم. ولما إيفا جت تطلع بدأ يهاجمها قروش، عدوا من جنبها وما أذوهاش، لكن الطيارة بجسمها بدأ يقع تاني الأعماق أكتر، لكنها فضلت بتحاول لحد ما قدرت تطلع برا الطيارة، والطيارة نزلت للأعماق خالص، وهي من كتر ما بتعوم فقدت وعيها من قلة الأكسجين في الرئتين بتاعتها. لكن طوق النجاة اللي حوالين رقبتها سحبها للسطح، وأول ما خرجت برا المية بدأت تتنفس تاني وبدأت تدور على روزا ودانيلو. وفجأة لقت في طيارة جاية تنقذها، وفعلا لما طلعت فوق لقت دانيلو وروزا موجودين في الطيارة، تم إنقاذهم قبل منها بثواني وطمنت عليهم. والبنت عرفت إن جدتها كمان ماتت. إيفا طبعا كانت حزينة جدا ومصدومة من كل اللي حصل معاهم. ودي كانت نهاية الفيلم. أقابلكم في فيلم جديد وملخص جديد، ومع السلامة.